السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم حبيباتي؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله حابة نديروا مع بعضنا تاي او شاي ويجي يهبل بمقادير مضبوطة خاصة للبنوتات. 4 كيسان تاع ماء، نص كاس تاي اخضر مثل ما نشوفوا هنا بنات، ونصف كاس سكر. 4 ماء، نص تاي ونص سكر. هذا البنات ماء يعني واحد اخر خلاص، هذا نسخنوه ونغسلوا به التاي، يعني مش اللي راح نطيبوا فيه التاي، هذا نغسلوا به التاي تاعنا فقط. نديروا في الصفيه هكذا ونغسلوه، او في بريق او شيء نغسلوه جيدا. انا نغسلوه هكذا، نتوما كما تحبوا. ممكن ثاني يا اما تغسليه في بريق او في الصفايه كما درت انا، ممكن بالطريقه هذه هكذا. نرميوه هذا الماء او نسيحوه، نحطوا هذا هنا هكذا، نحطوش خلاص، ونديروا كاس، زوج او 2 3 4، ونحطوه على النار او نرفعوه على النار يغلي حوالي 10 دقائق على نار هادية البنات، متوسطة فقط. صفيوه خليوه شويه ينزل، حاولوا نصفيوه من هذا شوي هكذا. تحبي تصبري عليه شويه، تحبي تصفي كيما هنا، وهنا ديروه في بريق او كيما هنا هكذا. برك انا راح نحطو طول في الترموس، مش حابه. اولا نحي قبل شويه تاي، راح نحي قبل بنات شويه تاي هنا موز، انا ما نشربوش حلو بزاف هكذا. ونديرو انا ما عنديش بنات نعناع اخضر، ونديرو نصف كاس سكر وبداي خلطي هكذا. تحبي ديري فيه قرعه، ما تعقديهاش عليك، وين جاتك ساهله ديري. تحبي قرعه بريق هكذا، اللي سهلت ديريها قرعه تاع الزجاج او بلاستيك، ومن الافضل طبعا بريق هكذا. هاي خلطي هكذا حتى تدي الذوق تاع النعناع، وشوفوا احلى تاي. روعه.